السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، بصوا المطبخ عامل ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. يلا نبدأ على طول بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين هما كام يوم تعبتهم والحمد لله والشكر لله بقى المنظر معايا بالشكل ده. فكده كده كنت خلاص بقى هبتدي اصلا تنظيفات الشتاء. فابتديت كده على طول اول حاجة وانا في المطبخ. شغلت الغسالة كده وعملت دورة غسيل على طول اهو زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا كنت جبت طقم التوابل دوت، فغسلته كده وكنت سايباه من بالليل ينشف كده على الفوطة. هبدأ بقى ان انا افضي كل تابل في العلبة بتاعته. حلو طقم التوابل دوت يعني. في خروم لو انت عايزة ترشرشي كده رشة بسيطة، وفي لو انت عايزة تكبي حبة كتار يعني. ففي ده وفي ده. بدأت ان انا هنا اكتب بالاستيكرات كده على نوع التابل اللي في العلبة يعني، واحطه مكانه. هي حلوة بس برضو ما كفتش معايا. فحطيت على قد هم دولت دورين اتنين بس يعني 8 قطع، فحطيت على قده. هنا بقى ابتديت كده ان انا امسح بقى الرخامة ديت. طبعا احنا عندنا تنظيفات كتيرة قوي النهاردة في المطبخ، اليوم كله النهاردة بإذن الله في المطبخ. هبدأ كده امسح الحيطة اللي هي دي. ده طبعا عيب في السيراميك، مش هو متوسخ ولا حاجة. عشان اسهل على نفسي الجزئية اللي همسحها هرص فيها الحاجة بتاعتها على طول اهو. هبدأ اشيل بقى كل حاجة عايزة تروح مكانها. هاخد المفارش دي كده اغسلها على السريع. طبعا انا غسلتها وسبتها في اللحظة دي تتصفى على ما اشطب الرخامة دي اهو. الاستيكر الاسود دوت حلو ومش حلو. حلو ان هو شكله حلو كده ومدي تغيير في المطبخ، ومش حلو ان هو كل دقيقة كده عايز يتمسح. بس في النهاية برضو تغيير وخلاص. هنا بقى مسحتهم تاني من المية المفارش اللي هي السيليكون ديت، وحطيت كل واحدة في مكانها كده. بص بقى الرف ده كده عندي متطرب خالص وعايز يتظبط بقى. وبدأت ان انا اشيل المفارش اللي عليه كده، غسلتها برضو. طبعا انتوا عارفين ان الجو حر، فالحاجات الخفيفة اللي زي كده هتنشف على طول. ومسكتها كده بالسبونشة والبريل. طبعا الحمد لله والشكر لله المطبخ كان يعني معايا عشان انا على طول ايدي فيه اول باول. فالحمد لله بينضف معايا وبيلمع على طول اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما مسحتها كده ونشفتها هبدأ احط المفارش تاني مكانها، وهنمسح بقى التوابل دي ونحطها مكانها على طول اهي. بصوا بتلمع ازاي. انا كمان ما غسلتهاش والله، انا مسحتها بس بالقماشة المبلولة كده بسن البريل اهو زي ما انتم شايفين كده. بقى همسك هنا درج درج. بصوا الادراج بقى كانت محتاجة برضو ان هي تتروق وكده. كلها كانت متنعكشة ومتطربة، مع ان الدنيا حر بس تحسوا ان في تراب رهيب كده السنة دي غير كل سنة بصراحة. يعني في الصيف ما كناش بنشوف التراب ده خالص، السنة دي لا، في تراب كتير قوي اهو. بدأت ان انا ارص كل حاجة ارجعها في مكانها وارتب الدرج على قد ما اقدر كده. بعد ما خلصت المطبخ بقى كله ولمعته كله، نزلت الشفاط وقلت برضو ايه اغسله كده على السريع عشان يلحق ينشف معايا ويصفي المية عشان اشغله على طول. بصوا بالبريل والسلكة اهو. هنا بقى عشان انجز بقى في الوقت كده، ودي كانت هتحتاج مني مجهود بقى كبير مع انها هي مش متبهدله قوي، بس اديتها كده رشه من الباور. بصوا كانت في ثواني اهي، ما خدتش بقى مني وقت ولا اقعد اعيد عليها مره واتنين كده بالبريل على طول بصراحه اهو.
هحطه بقى على جنب يتصفى. وهنمسك كمان الحوامل اللي هي بتاعه البوتاجاز ديت، هنرش عليها كده الباور، وسبتها كده في الحوض. وهبدأ بقى ان انا افك العيون ديت. مش عارفة المرة دي ورق الألمنيوم عمل معايا في العيون، بوظها خالص. اول مرة تحصل معايا كده بصراحة. همسك كده بقى الحوامل ديت، همسكها احط شوية بريل كده وادعكهم تاني. طبعا انتوا لو ملاحظين بصوا في الحوض بدأ الباور ان هو يفتت اي حاجة فيهم او اي دهون او اي حاجة. طبعا بقى مش قادرة اقول لكم، كانت ايدي بصوا ولعت من الباور، ولعت. هنا حطيت صابون من اللي هو البلدي دوت، وابتديت برضو ادعك فيهم كده. بعد كمان ما اديتهم رشة كده من الباور وسبتهم. هو الباور بدأ يفتتهم كده، بس برضو ما اعرفش هم اصلا نوعهم زهر دولت ولا ألمونيوم، لانهم لو ألمونيوم كانوا هينضفوا هينمعوا على طول، بس هم اساسا بيبقى لونهم مزرق كده اصلا. بس مهما ادعك هي لونها كده. في عيون بتبقى ستانلس كده بتلمع، بس انا بوتاجازي من ساعه ما جبته هو العيون بتاعتها لونها كده. هنا بقى مسكت بعد ما ركبت الشفاط وركبت الشباك. انا كنت عايزه اقول لكم ان الشباك هنا انا كنت غسلاه وركبته. مسكت الحيطه كده برضو بالملمعه ديت، حطيت عليها بريل كده وسنه من الكولوريكس الالوان، ومسحت الحيطان اللي انا مش هقدر اطولها من فوق. وهنا كده بسلكه بقى جديده وبريل، مفيش اكتر من كده. وهمسك ورا البوتاجاز، هاخد الجنب ده كله كده اهو. طبعا انا فوق المفتاح بتاع الكهرباء دوت انا مسحته ونشفته بالقماشه. بعد ما خلصت من السيراميك كله اللي انا طايلاه واللي مش طايلاه عملته بصراحه بالملمعه. مسكت هنا الرف دوت برضو، مسكته من فوق لمعته، وصورت لكم الحته اللي هي من تحت اللي انا طايلاها دي، ورصيت فيها الحاجه تاني، الزيت والخل والكلور بتاع الغساله. ومسكت الرخامه بقى كده، هبدأ بقى ايه ان انا اشيل المية دي كلها من عليها. طبعا الرخامة برضو اتغسلت بالسلكة، هي والحيطة اللي هي عند الحنفية دي. بس همسكها برضو كده انشفها بقى، هشطف الجزئية دي كمان كده. بعد ما خلصت خلاص الجوانب العالية كلها تحت الحوض دوت انا غسلاه بالكلور والفرشة، وقعدت اشد على قد ما اقدر كده بالمساحة، بس برضو لسه في مية لان العتبة بتاعت الضلفة المية بقى بتفضل راكنة جوه. فهبدأ كده اشيلها بالمساحة واعصرها، اللي هي الفتالة قصدي. ومسكت المطبخ كله بقى، رجعت عدت عليه تاني كده بيها علشان لو في اي مية او اي حاجة انشفها واعصرها. طبعا يلا بقى ابدأي كده تنظيفات الشتاء، كل سنة وانتم طيبين. استغليت بقى فرصة قبل المدارس ديت، هي مش فرصة المدارس بس، والله انا مجرد ان انا تعبت كام يوم وبدأ البيت يتكركب، فقلت لا لازم ابدأ اعمل حاجة. هنا بصوا بقى المطبخ بسم الله ما شاء الله. ركبت الستارة بقى بتاعة المطبخ والشفاط، شفاط ايه، والفلتر كمان شلت القماشة اللي كانت عليه ومسحته. وادي تحت الحوض رتبته كده برضو ومسحته. وادي الرخامة. وهنا التوابل اللي كانت فاضلة من الطقم التاني القديم يعني، حطيتها هنا على جنب كده لغاية لما نبقى نشوف اي حاجة نجيبها تاني ونعبيهم فيها. وادي كده اهو. مسكت الطقم الستانلس ده برضو غسلته، واللي هو الحامل دوت برضو جبته وغسلته ونشفته ورصيت فيه الحاجة تاني.
ونقلت البوتاجاز بقى، جبته الجنب ده كده زي ما انتم شايفين، وجبت التربو من هنا. ايه رأيكم بقى؟ يعني غيرت بحاجة بسيطة كده على قد ما اقدر. شكله برضو حلو كده، برضو قلت تغيير. وفرشت اللي هي السجادة القديمة ديت. جات لي هدية حلوة قوي بقى من جوزي، بصوا، منى ويحيى على رأي الفيلم. شكلهم حلو قوي. هو كان موعدنا بيهم من بدري، كان موعد بنتي بصراحة، ولقينا النهاردة جايبهم ده. ربنا يخليه يا رب ويعيش ويجيب ان شاء الله. اهم بس بقى ايه، كل ما الولاد يجي